النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفتة فراخ. هنعملها بطريقة بسيطة جدا. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا بصلية كبيرة، معلقة من الفلفل الاحمر المهروس، وقرنين من الشطة، والشطة طبعا اختياري، ومعايا شوية من البقدونس. هنا بقى معايا نص كيلو فراخ، ممكن تعملي صدور على وراك، ممكن تعملي صدور وراك المتاح عندك، ومعايا عليه حتة كده من السمين. هناخد كده البصل مع الفلفل مع الشطة وهنفرمه في الكبة. حطيت عليه رشة من الملح عشان البصل ينزل المية بتاعته. هنفرمه كده فرم ناعم. خلاص كده تمام. هنا هنجيب مصفى بقى وهنفضي فيها البصل اللي اتفرم ده عشان ينزل المية اللي فيه، ما يبقاش فيه اي مية خالص. وبعد كده هنبدأ نفرم الفراخ. طبعا زي ما قلت لك هتحطي حته كده من السمين او ليا او اي حاجه موجوده عندك، هتحطيها على على الفراخ عشان تطر كده معانا الكفته تكون طريه كده وجوسي. طبعا لو انت ما عندكيش لا سمين ولا الدهن ده، ممكن تعملي زي ما قلنا الوراك، طبعا بتكون طريه شويه عن الصدور، لكن الصدور بتكون ناشفه. خلاص كده هنكمل فرم الكميه بنفس الطريقه. حطيت كده شويه من البقدونس، طبعا لو عندك اكتر من كده زودي. شايفين الفرم بتاعها ناعم ازاي؟ خلاص كده فرمت الكمية كلها. هناخد بقى معلقتين كده كبار من او 3 معالق من البقسماط. البقسماط طبعا عشان تمسك الكفتة معانا ما تفكش. بعد كده عصرت البصل ونزلت المية اللي فيه، لازم تعصريه كويس. ونزلت بقى على الكفتة. خدت هنا بقى معلقة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، فلفل اسمر وكمون، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعايا بهارات 7. يعني اي بهارات حابه تحطيها في الكفته حطيها. انت عارفين ان كفته الفراخ بتحب التوابل. وبعد كده نزلت بالملح. هقلبها كده كويس وافضل اعجن فيها كده كويس لحد ما كل حاجه تدخل في بعضها. او ممكن تفرمها تاني فرمه في الكبه. بس احنا كده خلاص استكفينا ان احنا فرمناها والفرم بتاعها كان ناعم، فاقلبها كده كويس بايديا. هنا بقى اخدت معلقه صغيره من البيكنج باودر. شايفين؟ خلاص قلبتها كده كويس. بعد كده ميه البصل اللي احنا صفيناها هنستخدمها. معايا السيخ كده اللي بنعمل عليه الكفته، ممكن تعملي على عود من بتاع الشيش طاووق، او ممكن تعمليها على شوكه او معلقه، اي حاجه متاحه عندك. طبعا ميه البصل ببل ايدي كده من ميه البصل وابدا اصبع الكفته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وزي ما انتوا شايفين النص كيلو من الفراخ هيعمل معانا كميه كويسه قوي من الكفته. خلاص كده تمام. لو عجبتك الوصفة متنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص عملت كده الكمية دي. طبعا ممكن تعملي كمية من الكفتة دي وتفرزيها عندك وتطلعيها بس وقت الاستخدام، يعني ممكن تشيليها كده، هتصبعيها وتشيليها كده في الفريزر عندك وتستخدميها عادي، مفيش اي مشكلة. بعد كده قطعت كده الكمية التانية هعملها كده زي الكباب، صغيرة بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ طبعا الوصفة دي سهلة جدا ومن أحلى الوصفات اللي انت تعمليها كفتة الفراخ. مش بتاخد معاكي أي وقت خالص غير الوقت بتاع الفرم بس، لكن تجهيزها مش بياخد أي وقت خالص. هنشوف مع بعض كده هتاخد معانا وقت قد ايه. شايفين دي كل الكمية؟ زي ما قلت لكم ما شاء الله من نص كيلو فراخ عملنا كمية قد ايه. خلاص كده الكفتة جاهزة معانا. بعد كده جبت بصل، هبدأ أقطعه جوانح بالشكل ده كده. هنا طبعا انا هعمل الكفته هنعملها بعيش، لكن انت طبعا ممكن تعملي جنبها مكرونه، ممكن تعملي رز بسمتي، ممكن تعمليها سندوتشات في عيش فينو. زي ما انت عايزه بقى، هي تنفع وجبه عشاء وجبه غدا. خلاص كده انا قطعت البصل ونزلت عليه بمعلقتين صغيرين كده من السماق ورشه من الملح. السماق طبعا هيدي للبصل كده مزازه. بعد كده نزلت عليه بشويه من البقدونس، ممكن لو عندك جرجير برضو تحطي جرجير. قلبتهم كده كويس مع بعض. ومعايا هنا شويه من الطحينه.
خدت عليهم معلقة كبيرة من الخل وهنزل كده بشوية من المية وابدأ اقلب الطحينة كويس لحد ما تفك معانا. هاخد كده ملح بسيط، طبعا انتوا عارفين ان الخل بيحدق مع الطحينة، لكن احنا حطينا رشة ملح بسيطة، وخدت عصير نص ليمونة، وخدت فص توم واحد وشوية من الكمون وشوية من البابريكا، وكده خلاص الطحينة كده جهزت معانا. خلاص كده تمام. هنروح بقى في طاسة على النار. هنا طبعا اخدت معلقة صغيرة من الزيت في الطاسة. طبعا ممكن تدخلي الكفتة بتاعتك الفرن، وممكن تعمليها في الطاسة او في جريل زي ما انت عايزة، بس انا بحسها لما بعملها كده على على البوتاجاز ما بدخلهاش الفرن، بتكون طرية وجوسي كده. بتاعت الفرن ممكن تنشف معاكي شوية. خلاص اخدت معلقة الزيت، دهنت بها الطاسة، وبعد كده نزلت بالكفتة. مجرد ما بتاخد لون بتقلبيها على الجهة التانية، ما تقلبيهاش غير لما تاخد لون عشان تمسك نفسها كده معاكي. خلاص كده تمام، خدت لون، بدأنا نقلبها. طبعا هتقلبيها على على كل الجهات عشان تاخد لون وتكون معاكي مستوية. خلاص كده شايفين احنا سويناها كده كويس وقلبناها على كل الاتجاهات. بعد كده هنخرجها كده من الزيت، وزي ما قلت لك هي معلقة زيت واحدة تدهني بها الطاسة عشان الكفتة ما تلزقش معاكي. عايزة تدخليها بقى الفرن، حطها في صينية وغطاها بورقة من الفويل عشان ما تنشفش في الفرن، لان لو سبتها مكشوفة في الفرن هتنشف. وبعد كده لما تستوي شيلي ورقة الفويل وشغلي عليها الشواية كده لمدة دقيقتين، هتاخد لون معاكي. خلاص كده نزلت ببقية الكمية. شايفين طبعا انا ما عملتش الكمية كلها، عملت بس على الكمية اللي انا هستخدمها، وسبت بقية الكمية دي هشيلها في طبق كده في الفريزر استخدمها في اي وقت. بعد كده جبت عيش شامي وبدأت فتحته بالشكل ده كده، وحطيت عليه بصل بالثوماء. زي ما قلت لك البصل بالثوماء مع كفتة الفراخ بيكون جميل جدا وبيدي كده مزازة. وشايفين الكفتة ما شاء الله شكلها عامل ازاي، كانت طريه جدا وجوسي. السمين او اللي هي اللي انت بتحطيها هيطر معاك الكفته وهيدي لها طعم حلو. زي ما قلت لك بقى، هتعملها سندوتشات، هتعملها في عيش فينو، هتعملي جنبها مكرونه رز، اللي انت حابه تعمليه. خلاص كده دي كانت وصفه النهارده، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.